أهلا وسهلا بكم من جديد مع جزء رابع من رواية الرعب المنتظرة بشدة، الطريقة الملعونة، بالدارجة المغربية. قبل البدء، أول خوض في القصة. كيف العادة زيد في الصوت شوية وتبع معايا أحداث القصة اللي كل رعب وتشويق وإثارة. نبدأ على بركة الله. في الجزء الفائت خلينا فاش ابراهيم سول الشيخ على ديك الكائن الغريب اللي حاول باش يتشكل امام ابراهيم لعده تشكلات قبل ما يتم القتل ديالو من طرف زيزفونه. ابتسم الشيخ وقال له زيزفونه ما قتلاتوش، ولكن عاقباته لانه عصى الاوامر ديالي باش ما يتعرضش ليك. كمل الشيخ كلامه وقال هو واحد منا، ولكن هو من نوع اللي ناقصه خبره في التشكل وتقلق حيت تشكل وتشبه بالبشر. داكشي علاش سولك وطلب منك باش انت تقول له تشكل، باش هذا هو السبب، باش يكون بعيد على العقاب. وانت دارك سبه، ولكن هو زرب وبقى كيبين الشكل ديالو الحقيقي. هي فاش جات زيزفونه وبقى حاير وخلاتو زيزفونه حتى يتشكل ويرجع في شي صوره باش ما يخوفكش، ولكن ما بقاش قد يتشكل، وكل شكل كيحاول يشبه ليه كيولي ماسخ اكثر من اللي كان، وكيزيد حالته حاله الرعب. وكان ضروري انه يغادر المكان ويتعاقب على عصيان الاوامر. وكانت الضربه ديال زيزفونه هو العقاب ديالو، وغاب في باطن الارض وتخبى باش ما تبقاش تشوفو غير انت. وفي هاد الاثناء نحنح هيدبه وزيزفونه جرات ابراهيم من الكتف ديالو وبغات تقول له شي سر. حنا ابراهيم بالاذن ديالو كيستمع ليها وقالت ليه بشويه، قالت له شحال في عمرك ابراهيم؟ استغرب ابراهيم من هاد السؤال، وقبل ما يجاوبها شاف طارق بدل البلاصه وجلس حدا الملك والاب ديالو هيدبه. كانوا على ما كيبانوا كيتناقشوا بشويه وكيتهامسوا. داكشي لفت انتباه ابراهيم ولا شاف فيهم قبل ما يشوف فيه طارق. واحد شوفه صارمه ولات زيزفونه شدت في ابراهيم في الكتف ديالو، وتما عرف ان كاينه شي حاجه ما بغاوهش يعرفها، والقلب ديال ابراهيم مازال ما طمأنش. وزيزفونه بالجوار ديالو وانها ما غاديش تسمح بالاذيه ديالو، وهي الابنه ديال الملك وإلا شفعلو الاب ديالها في اسوأ الحالات، وخصوصا ما تعرضش ليه بالسوء. جاوب ابراهيم على السؤال ديال زيزفونه وقال له 23 سنه يا زيزفونه، وجاوبات وقالت له هذاك يعني انني صغير عليك. الهمس ديالهم زاد داكشي اللي خلى ابراهيم انه يحس بعدم الارتياح، ولكن واخا هكاك جاوب على الكلمات ديال زيزفونه على عصبيته وقال له صحيح انك صغر مني. بقات زيزفونه كتهضر واحد اللحظه سكتات فجاه، لان ابراهيم وباش يشعر باكبر قدر من الامان ويحسس القبيله انه كيبغي الطفله ابنه مليكهم، مال على زيزفونه وجلسها في الحضن ديالو وبقى يبوس فيها وهو كيقول بصوت مرتفع انتي اجمل طفله وابنه افضل ملك لافضل قبيله. وقف طارق وسال الحديث ديالو مع ملك القبيله اللي هو الشيخ والاب ديالو هيدبه، وهو قال بصوت عالي وشديد اللهجه يا ابراهيم. ابراهيم دخلو الرعب في قلبه وناض زيزفونه في الحضن ديال ابراهيم ومشات للحضن ديال الاب ديالها وهي كتطلق واحد الصوت غريب ومرعب وبينات المخالب ديال الاصابع ديالها. تخبعت زيزفونه في الحضن ديال الاب ديالها خايفه يشوف فيها ابراهيم في ديك الشكل اللي هي فيه. ضحك الشيخ وباش يبين شنو السبب ديال العصبيه ديال طارق وقال حياك الله ضيفا عندنا، وخرج طارق من المجلس مقلق. ولات زيزفونه وجلسات ما بينها وبين الوالد ديالها. استغرب ابراهيم من هاد الترحيب الغريب رغم اليقين ان طارق بغى يقول شي حاجه من غير الترحيب. الامر اللي خلى الوضع يتهدن هو الثقه ديال ابراهيم في زيزفونه والابتسامه ديال الشيخ ملك القبيله. مازال ابراهيم كيشوف بعض النظرات الحقد في اعين المتشكلين من الجن، ولكن كيجهل السبب ديالها والمعنى ديالها الحقيقي. احيانا كيحس ان ديك الاعين كتبغي تاكلو، وبعض الاحيان كيشوف نظرات حميميه من نفس الاعين. ابراهيم جمع ما بين النظرات وربط بيناتهم بالامر العجيب والمثير جدا. شكون كان يحول ديك النظرات الصاخبه واللي فيها حقد للنظرات كلها حب وموده، والنظرات الصارمه اللي كتقابلهم من الاعين ديالو؟ زيزفونه تم عرف ابراهيم ان زيزفونه قوه عظمى على باقي الحضور اللي في المجلس. عندها قوه لا يستهان بها، الا طارق
كيظن ابراهيم ان زيزفونه كتحسب ليه 1000 حساب، حيت فاش نطق باسم ابراهيم تخبعت في الحضن ديال الاب ديالها اللي بالدور ديالو ابتسم، وديك الابتسامه هي اللي هدنات من الغضب ديال طارق. مهما كان خلاه ابراهيم يغير، وداكشي اللي كان ناوي يقولوا من غير الترحيب بابراهيم، ولكن بقى حاجه وحده محيره، هو شنو السبب ديال ديك النظرات. ابراهيم سرح في العمق ديال التفكير ديالو. دخل طارق للغرفه وقال حياك الله يا ابراهيم على مأدوبة العشاء شيخ القبيله، وحياك الله في ضيافه الجن. سكت واحد شويه ولا تكلم، ودابا موجه كلامه لابراهيم والحضور. حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفه الاخرى، تفضلوا. وهنا ابراهيم على طاوله العشاء عنده موعد مع فصول اخرى اللي كتختلف في الاحداث الغريبه في عالم اقل ما يقال عنه انه مختلف. دخل طارق للمجلس موجه كلامه لابراهيم والحضور. حياكم الله جميعا على العشاء في الغرفه الاخرى، تفضلوا. ناض ملك الجان هو كيقول مرحبا بك يا ابراهيم في القبيله ديالنا. تفضل. مشى معاهم ابراهيم للغرفه الاخرى، وفي الطريق ديالو داروا لقى الجن من موراه بحال الزرافات المتشكلين مطابقين مع صوره البشر، كيمشيو من موراه مباشره، واللي ناقصهم موهبه وخبره في التشكل كاينين في الصفوف الخلفيه. وصل ابراهيم وكيلقى راسو في واحد الممر طويل فيه جوج ديال الغرف، وحده قبلت وحده. دخل ابراهيم وداك الجن اللي معاه من مالك وهيدبه وطارق. اما الغرفه الاخرى دخلوا الجن الغير متشكلين. دخلوا للغرفه الثانيه، وفاش دخل ابراهيم تفاجأ ان لقى الاشكال والانواع ديال الاكل وبزاف ديال الفواكه، وغرفه من الترتيب ديال الصحون بشكل مرتب وفي كل تفصيل كبير. كاين جدي كامل ودايرين عليه الروز، ومن الشكل ديال داك الشيء باين كيشهي. تفرق الجن بنفس الطريقه السابقه اللي مطابقين صوره البشر مع ابراهيم في نفس الغرفه، واللي ناقصين الخبره في الغرفه الثانيه. ابراهيم شمر وهز البدله ديالو وقال بسم الله. شاف الساعه ديالو، ولأول مره من نهار حط رجليه في هاد الواد عاد بانت له الساعه. كانت ديك الساعه 2:30 ديال الليل، وبحكم ان بدا الرحله ديالو من بعد صلاه العشاء. اليوم هو الجمعه وغدا يكون السبت، غادي يكون اول ايام الاسبوع، اليوم اللي غادي يخدم فيه ابراهيم. فكر ابراهيم واحد شويه، قال ماشي مشكل نغيب على العمل غدا. ابراهيم زاد الطعام بنفسيه مفتوحه، كل الاكل لذيذ بزاف وبنفس الطريقه اللي كيبغيها ابراهيم، وكيف كيبغي ابراهيم يسميه طعام ضيف ابراهيم. لاحظ ابراهيم ان كل شيء كيكرمو، كيف ولف الطاوله ديال الماكله في القبيله ديالو. خاصك تاثر الضيف على النفس ديالك وتقطع عليه احسن طرف ديال اللحم، وهادشي ماشي غريب في قبيله ابراهيم. الغريب هو ان الجن اللي كيتواجدوا مع ابراهيم في نفس الغرفه كيزولوا اللحم على العظم بطريقه بعنايه فائقه، وكيوضعوا العظم بالترتيب غريب، صحون كبيره. ودار ابراهيم للطاوله المجاوره اللي حداه ولقاهم كيديروا نفس الطريقه شبه آلية، وكيزولوا اللحم على العظم وكيرتبوا العظم بوحدهم واللحم بوحدو بلا ما ياكلوا والو. ما عرفش ابراهيم واش كيديروا نفس الشيء في الغرفه اللي حداهم ولا لا، ولكن تما داكشي مختلف. كيسمعوا ابراهيم الاصوات ديالو بحال الوحوش، وتقول كيتنافسوا على شي فريسه. الاصوات ديالهم غريبه، الغوات والتغرنيك، كلمات غير مفهومه واصوات مختلفه. كان ابراهيم كياخذ بعض الاكل وكيوكل زي زفوده، واللي بالدور ديالها كتمضغ ديك الطعام بالسيف تقول ما كتشهاش. كذلك ملك القبيله والاخ ديالو هيدبه والابن طارق كيمضغوا الطعام وكيبلعوه بالشويه. كان ابراهيم جالس على اليمين ديالو، جلسات زي زفونه وطارق في الجهه اليسرى، وقابلوا في نفس المائده ملك الجن الشيخ والاخ ديالو هيدبه، ومعهم 4 ديال الجن قرابين من صورة البشر، ولكن ما كانوش مطابقين. واللي كتثبت انهم ماشي بشر هي ديك الحركه الآلية باش كيزولوا اللحم على العظم بطريقه شبه آلية. ابراهيم كلا من الطعام ديالو بسبب الجوع، وزياده عن ذلك اللذة اللي كانت في الاطعمه ديالو. ابراهيم ما كانش مشغول على داكشي حتى لواحد اللحظه شاف ثعبان كبير ضخم زحف ودايز من حدا الباب ديال الغرفه. وقف ديك الثعبان كيشوف شكون اللي في الغرفه، وابراهيم شافو بجوج ريوس بشريه. ابراهيم بلع الصمت واحد شويه، بقى كيفكر قبل ما ينغزو طارق بشويه. قال له وريها ابراهيم فين جايه غرفه الطعام. دابا ابراهيم ولا احد منهم. ابراهيم شاف زي زفونه بكل هدوء قبل ما يشوف الثعبان الضخم، وقال له بكل سكون عجيب طعام راه في الغرفه المجاوره الثانيه.
ضحكات زيزفونة وبراهيم رفع الصدر ديالو بكل ثقة. الجن المتشكلين هنا والإخوان الغير متشكلين في الغرفة الأخرى باش ياخدوا راحتهم. ملك الجن والشيخ والأخ ديالو هيدبة شافوا في البلاصة اللي فيها الثعبان ولاو نقلوا النظر ديالهم لعند إبراهيم وهما كيبتسموا. طارق تكلم وقال لإبراهيم جميل دابا ما بقيتيش تخاف. وجاوبوا إبراهيم اللي كيخاف من الله ما كيخاف من حتى شي ضرر وشاف فيكم غير الحب والخير والبعد عن الأذية. كلشي عجبو الكلام اللي قال إبراهيم اللي في المجلس كاملين. إبراهيم حنا راسو حشمان وهو كيقول بصوت هادئ وكيرفع راسو قال سبحان الله. وجاوبو هيدبا قال له أحسن ما قلتي السي إبراهيم، نعم سبحان الله. وكيتدخل ملك الجن اللي هو الشيخ القبيلة. نعم السي إبراهيم، ملكوت الله سبحانه شاسعة وقدرته لا تحد حدود. وقال زيزفونة بصوت طفولي كمل إبراهيم الأكل ديالك بحفظ الله له في هذا المكان وبالإخوان ديالو في الدين حتى وإن كانوا من الجن. وفاش شبع إبراهيم وتأكد أن الجن كينتظروا منه الإذن واعتاد على واحد الكلمة في القبيلة ديالو قال الحمد لله. وقال الحمد لله أكرمك الله يا ملك الجن وأكرمكم الله جميعا. وجاوبوا الجميع بالهناء والعافية. كل واحد اللي في المجلس هز الصحن ديالو اللي فيه العظام ديال اللحم اللي كلاو وما فيه حتى نقشة ديال اللحم وانطلقوا به خارج المجلس. وإبراهيم سمع اللقط والافتراس وتأكد أن العشاء ديالهم عاد بدا دابا. بقى إبراهيم مع ملك الجن وهيدبة وطارق وزيزفونة واتجه إبراهيم فين بلاصة الماء باش يغسل يديه ولا رجع لعندهم باش يتوجهوا كاملين للمجلس اللي كانوا فيه قبل العشاء. وإبراهيم لقى المجلس تعاود الترتيب ديالو بشكل مختلف. رجعت الجلسة أكثر أريحية وخاصة أن إبراهيم ولا كياخد الراحة ديالو في الجلوس وخاصة من بعد وجبة العشاء اللي دازت في هناء وسرور. جلس إبراهيم ودارت الكيسان ديال القهوة والشاي على الحضور. السعادة ديال إبراهيم ما كتوصفش وهو كيشوف راسو في هذا العالم المختلف والأجمل في ذلك أنهم بين المخلوقات جمعهم دين واحد. ولا إبراهيم أكثر راحة وأكثر حرية. ضرب جنابه وما كيلقاش زيزفونة. وجاوبوا الملك غادي تجي دابا ما هي إلا دقائق معدودة حتى دخلت زيزفونة وبدلات الملابس ديالها. هاد المرة كانت لابسة اللون الأزرق والأكمام طويلة أما الشعر ديالها تقسم إلى قسمين. وشاف إبراهيم أكثر طول ولا معان ولات أكثر طفولة وأكثر سحر. وفاش قربت زيزفونة حصدناها إبراهيم بقوة كان سعيد بالحضور ديالها وبس هو جلس حداه قبض في يديها وهي في الدور ديالها قبضت في الأصبع ديالو. تكلم هيدبا وهو موجه كلامه لإبراهيم علاش كتبوز زيزفونة. جاوب إبراهيم مستغرب وبسرعة حيت أجمل وأروع طفلة شفتها في حياتي. ملك الجن تكلم وسول إبراهيم واش تزوجها. وجاوبوا إبراهيم تعجب بمن غادي نتزوج. قال له ملك الجن واش تزوج بالابنة ديالي زيزفونة. إبراهيم سكت واحد شوية وفي الوجه ديالو مرسومة ابتسامة ممزوجة بحذر حيت غادي يتعرض لمشكلة إلا هو رفض. ولكن كيفاش غادي يتزوج طفلة. وتدخل طارق وهو كيضحك في وجه إبراهيم وقال له ما تقلقش إبراهيم. جاوب شيخ القبيلة وتكلم هيدبا الأب ديال طارق وقال له إلا طلبتي منا الكنوز ديال الدنيا نجيبوهم ليك من المشرق للمغرب. قال له ملك القبيلة إبراهيم انت دابا علينا دين يعني الفضل ديالك كبير علينا من بعد الله سبحانه. كون طاحت زيزفونة في يد القبيلة الأخرى كون وقعنا في الابتلاء عظيم بين طاعة الله وقبول الحكم ديالهم فينا باش يخدموا السحر والسحارة باش يآدوا عباد الله المسلمين. وجاوب إبراهيم وقال له كيفاش غادي نتزوج طفلة. جاوبوا ملك الجن وقال له إبراهيم زيزفونة ماشي طفلة عندها 20 عام من العمر على حسب أعمار البشر ولكن هاد الشكل تشكلت به باش تحسك بالاطمئنان. جاوبوا إبراهيم ببرودة وبوجهة نظر حمقاء حيت ما فهمتش الهضرة مزيان. وجاوبوا قال له المساعدة ديالي ليها ماشي كتعني أنني ملكتها داكشي درتو لوجه الله وكنشكرها على داكشي اللي دارت. نيت شعرت بالأمان حسب إبراهيم بزيزفونة وهي كتحيد اليد ديالها بين الأصابع ديالو. إبراهيم بهدوء وشاف فيها وكيلقى وجهها حمر وحشمات وداكشي باين على وجهها. وشاف في عينيها نظرات ساحرة وما شافش بحالها من قبل. بعدت زيزفونة شوية على إبراهيم ما فهم والو. إبراهيم ما عرف شنو واقع وبالرغم من ذلك أنه قربها منه وقبض في اليد ديالها من جديد واللي كان كيبحث على الأمان. هذا هو الوقت وخصوصا من رفض يتزوج بها. شافت زيزفونة في إبراهيم بالنظرة شبه مكسورة وواخا هكاك خلات يديها ما سحباتهاش كيف الأول
وهاد المره بقات كتحس ان الخوف بقى كيجري في القلب ديال ابراهيم بغى يتهرب من صرامه الموقف وعاود قبلها، ولكن هي بعدت وجهها كتدل على عزه النفس والكرم. كتصدر على طفله ابتسم طارق، قلب صوت خفيف واستطاع ابراهيم باش يسمعه. البشر دائما مستعجلين. سمعت زيزفونه الكلام ديال طارق وحنات راسها للارض وبقات تضحك بدون تعليق. شيخ القبيله شاف زيزفونه وقال انت اجمل طفله. دازت لحظات صامته، ولكن صوت شي حد دخل المجلس وهو كيغوت القوه لله القوه لله ثم لقبيلتنا. قرب الشخص من المكان ومن الملك القبيله وقال ايها الملك خوصان راه تسلموا ووافقوا على الشروط ديالنا. ناض ملك القبيله هو كيقول الله اكبر الله اكبر. المجلس كامل بقى بالتكبير والتهليل. فرحوا بهذا الخبر. ابراهيم ما فهم والو، لا عرفوا ان اسم خوصان هو اسم شيخ القبيله ملك الجان، الاب ديال زيزفونه. عنق الاخ ديالو هيدبه وحتى افراد القبيله بقاو يتعانقوا. طارق تقرب من ابراهيم وباسو من راسو وقال له يسلم راسك يا ابراهيم. سول ابراهيم وهو فرحان شنو درت باش نستحق هذا الشرف؟ قال الشيخ هو كيحسن من ابراهيم هذه صدفه واحده اخرى من الصدف ديالك السي ابراهيم. راه استسلموا قبيله الجن الكافره ووافقات على الشروط ديالنا انهم يوقفوا اذيه الانس والمساواه، وهما كانوا السبب لولا الله ثم الوجود ديالك. قال طارق هو في غايه السعاده. هذه جوله النصر والبطوله كسبت لقبيلتنا. تكلم هيدبه وهو كيهز راسو للسماء وقال له اسال الله لك اجر كل ما شفيا يا ابراهيم. كلشي عنق ابراهيم وباسو الا زيزفونه بسلو اليد ديالو، وهادشي هو اللي خلى ابراهيم يحس بسعاده وفخر اكبر. تغيرت حركه الجن بمجلس بشكل غريب. زيزفونه طلقات شعرها وحيدت الكمام ديال القميص ديالها وتقدمات لمنتصف المجلس. المهم الخوت هنا كيسالي الجزء ديالنا الرابع من روايه الرعب الطريق الملعونه. في الاجزاء المتبقيه ان شاء الله غادي نكتشفوا بزاف ديال اسرار الرعب عن الجن. واسمحوا لي على التعطيل في سرد الروايه، وقصتنا مشات من واد لواد وانا بقيت مع الناس الجوان.